تحذفه الناحيه الثانيه، بس لما تحذفه الناحيه الثانيه تعمل فيه ايه؟ شقلبه. هو كان اسمه هنا 2 اوفر 1، مش الباور هنا كان اسمه 2 اوفر 1، نروح الناحيه الثانيه بقى اسمه 1 اوفر 2. فطريقه حل الحوش بتقول لك وديه الناحيه الثانيه، ولو لقيت الرقم اللي تحت ده ايفن تحط ايه؟ ليه عارف ليه ايفن؟ هو ما دام الرقم ده ايفن فانا كده عملت ايه؟ عملت ايفن روت الناحيه الثانيه، عملت سكوير روت، عملت فورث روت، عملت فيكس روت. فلما تروح الناحيه الثانيه كان هنا سكوير روت اللي هو باور هاب يعني. فانا منجزها اعمل ان الوحده فيها كلام اكتر من ده، تفاصيل اكتر من ده. ماشي الحته دي يعني ايه بقولها لك كده غلط. ماشي؟ على فكره كل اللي انت قلته ده كان في ايكويشن عاديه. طب احنا الكلام ده هنتعلمه نعمله في ايكويشنز عاديه؟ لا اكيد بستهبل طبعا اعمله كده. يعني مثلا جالي ايكويشن اسمها ايه؟ 3x باور 2 ماينس 9 ايكوال 0. بالله عليك دي مستاهل اعمل فيها كل الكلام ده؟ ما تعيش فيها عادي يا عم. حلها عادي. يعني اسمها ودي نيجاتيف 9 الناحيه الثانيه، ودي الناحيه الثانيه اسمها 3x باور 2 ايكوال 9. وبعد كده وادي 3 بالديفايد عادي يبقى اسمها x باور 2 ايكوال كام؟ 3. وبعد كده يبقى x ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 وخلاص خلصنا. هنعيش سهله. ما انت معلمني الكلام ده ليه يا مستر؟ معلمني الكلام ده عشان لو جيت غيره بقى، عشان لو في سيكشن 1 ده، سيكشن 1 ده في الدرس كان اسمها ايه بقى؟ راشونال اكسبوننت. راشونال ايه؟ يعني ايه مستر راشونال اكسبوننت دي؟ يعني الباورات شكل فراكشن. فلما يجي لك مساله فيها باور في شكل فراكشن ايه؟ ما تتخضش كده وتخاف وتشتغل فيها عادي بقى بمبدا بتاع حل الحوش ده. تمسك الباور اعمل فيه ايه؟ الناحيه الثانيه وشقلب واعمل القصه دي. بس انا حاولت اعملها على الحاجه السهله عشان تفهم اللي هي ايه ممكن تمشي في اي حاجه. ماشي؟ فعمل يعني يا مستر. قال لي اول حاجه ممكن يجيب ايكويشن عاديه. دي ايكويشن عاديه. البيز فيها اكس والباور رقم، بس ما يبقاش انتجر بقى، يبقى رقم ايه؟ راشونال. بس هتعمل فيها بنفس المبدا. طول ما الاكس في البيز فانا مرتاح نفسيا. طول ما الاكس فين؟ في البيز فانا مرتاح نفسيا. لكن الباور لو في اكس يبقى احنا ايه دخلنا في لغه هناخدها المره الجايه. اللي هو يعني بعد شويه هيحصل. بس قبل ما احل دي فاكر الرولز اللي انا كنت بكتبها؟ يعني فاكر الرولز اللي انا كتبتها قبل كده؟ امسحها واكتبها هنا تاني. فاكرهم ولا بتاعت الاكسبوننت ده؟ قلنا لو انا عندي اثنين بيز ارقام a باور ام ملتبلاي a باور ام، في الملتبلاي بنعمل ايه؟ بنجمع الباور يبقى ايه ام بلس ان صح؟ طب لو انا عندي 2 بيزز زي بعض، هنا باور ام وهنا ان وبينهم ديفايدد او فراكشن الماينس الباور صح ولا بتكلم هندي؟ الكلام ده لازم تكون فاكرينه عشان نشتغل بيه النهارده. ما تجيش تقول المره اللي فاتت ايه باور ام عليها باور ام يبقى ايه؟ بنعمل ملتبلاي للباور صح؟ يعني لو عندي ايه؟ بيز رقم او على فكره فاريبل عادي وفينا 2 باورز بنعمل ايه فاكتور ام ان تايمز بعض. طب افرض عندي كده روت اي بي. فاكر المره اللي كنت بقول لك ايه؟ لو انت عندك روت على رقمين ممكن تقسمهم عادي يبقى اسمها روت اي تايمز روت بي. ده من مبدا النهارده ايه؟ قلت اكني حولت ده باور هاف ونزلته هنا ونزلته ايه؟ هنا. ولو عندي روت A ديفايدد بي ده يديني يا مستر روت A اوفر روت بي. دي كانت كل الحاجات الاكسبوننت اللي ممكن تساعدني في ايه؟ في الدرس النهارده. انا ولا همسح ده يا عم ولا همسح ده، خليهم كده لحد نهايه الحصه. ماشي يا جدعان؟ تمام؟ كان اول سيكشن عندنا ايه بقى النهارده؟ في اليونت 2 قال لي انك تتعامل مع ايكويشن فيها راشونال اكسبوننت، وده انا فهمتك الفرق من شويه. لما اخش اتعامل مع ايكويشن كده اهو يبقى مثلا اقول لي ايه؟ بس لسه ستيل ايه؟ ستيل الاكس هنا في البيز والباور هو اللي في الفراكشن. يعني مثلا كده 3 اكس باور 3 اوفر 4 وطبعا دي سهله كده ماينس 2 ايكوال 0. وقال لي سولف. صباح الفل على عينيك. ولا اي حاجه، احل طبعا واحل اي حاجه. كلام واحد بس، انت مش انت عندك فاريبل اكس صح؟ الاكس في البيز والباور رقم. الحمد لله احنا كده في الامان في سيكشن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف تحله؟ اعرف احله طبعا. اعمل ايه؟ حل حوش. يعني حل حوش كل حاجه حدفها الناحيه الثانيه بس اقصد الدنيا. ماشي؟ طيب تيجي تطور نيجي تروح الناحيه الثانيه؟ ايوه اسمها 3 اكس باور 3 اوفر 4 ايكوال 2 صح؟ وبعد كده لسه في 3 عايز تروح الناحيه الثانيه بتقول لي ايه؟ طب يلا يبقى اسمها اكس باور 3 اوفر 4 صح؟ ايكوال 2 اوفر 3 صح؟ هنا بقى حاجات الباورز القديمه مش هتنفع. انت بتقول لي ايه طب؟ نعمل ايه؟ ايام ما كان بيقابلك اكس باور 2 ايكوال 4 كنت بترزع 2 سكوير روت وتخلص. ما كانش ليه لازمه المبدا بتاع ايه؟ المبدا بتاع ايه؟ هلا ما كانش ليه لازمه احنا ندي باور الناحيه الثانيه ونشقلبه لان الموضوع خلصان مش من الاول صح؟ هنا اكس باور 2 ايكوال 4 فالاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. مش مستاهل نحدد باورات ونقعد نحدد بعض الباورز يعني. لكن هنا ايه؟ هنا غالبا لازم. او يعني احسن ما اقول لك طريقه ثانيه تخليك تكره هيلبسوا سنين.
تقول لي هنا في باور صح؟ باور ده فراكشن، اوديه الناحيه الثانيه صح؟ احذفه واعمل ايه بقى؟ شقلبه. قول لي يا مستر يبقى اسمها هنا ايه؟ اكس بقت باور 1 ايكوال ايه؟ 2 اوفر 3 باور ايه بقى؟ بسألك بعد ما انت كتبت هنا الرقم اللي بعد ما انت شقلبته وخلاص الدنيا خلصت، الرقم اللي تحت في الدينومينيتور ايه؟ نيفين ولا اود؟ ده ايه؟ اود. نحط بوزيتيف نيجاتيف؟ لا ما نحطش. تمام؟ طيب بالمره بقى عشان ايه؟ الفيديو دي احنا بننزلها فدي على البث المباشر، فعشان تقول لك ايه بص مستر الحمار اللي خريج هندسه اللي ما بيعرفش يحل، بص بيحافظ على القوانين من دماغه. بص بس حاجه، احنا هنعمل برضه الناحيه الثانيه يا جماعه، بجد ده ليه كونتر بس، ده ليه كونتر. مفيش حاجه اسمها احذف الناحيه الثانيه برضه. وعشان نلغي الباور ده الاصل في الموضوع احنا هنعمل باور بوث سايد عكسه. ايه؟ عكسه. يعني ايه عكسه؟ يعني مثلا لو انت هنا انا بقول لك انا بص عشان ما تعملش بيه، بس انا بقول لك الفهم بتاع حضرتك بس ايه؟ انا ما بحبش اقول كلام كده وحافظ القوانين، بس عشان بتنزل لو انا عندي مثلا اكس باور 3 اوفر 4 ايكو 2 اوفر 3 بتوع الناس الاجلاء قالوا لك بص عشان تخلص من الباور ده تعمل اي حاجه بكلمه بص كلمه تحذف الناحيه الثانيه دي ما انزل الله بها من سلطان، مش موجوده اصلا في الناس. اي حاجه نحذفها الناحيه الثانيه دي ده كده شغل ايه؟ شغل تعب قلب. الاصل ان هو هنعمل نفس الحاجه في الناحيتين عشان نكنسلها، يعني مثلا تيجي تقول لي ايه؟ انا ممكن اخش على الناحيه دي اهي اعمل هنا باور كام بقى؟ 4 اوفر 3 والباور هنا برضه 4 اوفر 3 صح؟ فليه بقى؟ لان الباورين دول على سقف مش هما كده نفس الحاجه بس بايه؟ مرتبين ايه مش بعض؟ لما يجي مش كده باورين ما بينهم براكت؟ مش كده باورين ما بينهم ايه؟ فلما يجي يعملوا اسمها اكس باور كام؟ تبقى اكس باور 1 صح؟ اكس باور 1 ايكوال كام؟ 2 اوفر 3 ها؟ دي الفكره في الموضوع ان انا اعمل ايه؟ ممكن اعمل باور تاني ايه بقى؟ اللي هو ايه ده يا فندم؟ عكس اللي كان عندي. فكنسل ده انا خلاها اكس باور 1 وبقى الرقم ده عندي اهو. فانا يعني ايه؟ تجنيت على الموضوع وقلت لك بقى مش كل مره اقول لك اعمل كده، فمش الناس كلها مش نفس العقليه، فقلنا ايه تعمل مبدا حل حوش، ايه مبدا حل حوش ده؟ خد الباور من هنا اربطه بحبل وروح حادفه الناحيه الثانيه، بس لما تحذفه الناحيه الثانيه ايه؟ خليه 4 اوفر 3 شقلبه يعني، بدل ما يعمل ايه بص سايد والكلام ده، احنا ايه؟ بنعمل حاجات سهله عليه بس مش اكتر. وفي الاخر لو انت لقيت بس في الدينومينيتور رقم ايفن تحط ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف. طبعا انت ممكن تيجي يخطر الى بالك تقول لي طب اشمعنى الايفن بتاعتي نحط بوزيتيف نيجاتيف؟ انا ممكن اجاوبك عليها زي دي كده بس هعك دماغك وانا مش محتاج اعك دماغك صح؟ تخيل بعد ما اخلص الدرس اقول لك ليه بعد ما ندرس كده في اخر الحصه اقول لك ليه لما الرقم تحت ايفن بنحط بوزيتيف نيجاتيف. رقم الايفن اللي تحت ده بيرجع الى ان في ايفن روت اتعمل فلازم نحط ايه؟ ان في الاخر في ابسولوت ظهر في الموضوع يعني. فبنحط بوزيتيف ونيجاتيف بس مش هنزود ده كده كفايه كده عليه. تمام؟ ففهمت كده من دلوقتي معايا ان انت لو ظهر لك اي باور فيه ايه؟ في فريكشن فخلاص ممكن متاح ليك انك تعمل في الباور ده توديني حاجه ثانيه، لكن ده احنا عارفين ان ده مش الاصل في الموضوع، الاصل في الموضوع احنا كنا عملنا ايه؟ عملنا مالتيبليكيتد انفرس للباور ده وعملناها بوث سايد. ماشي؟ زعلان مني في حاجه؟ فلو انت جالك اي باور ان شاء الله في شكل فريكشن هقدر اتعامل معاك كويس. بس للاسف مش هيجيلك الباور شكله سهل كده. فيبقى جاي ازاي بقى مستر؟ ممكن يجيلك سؤال زي كده وده سكشن واحد، كل ده سكشن واحد ها؟ نعمل ايه يا مستر؟ حاجه اسمها كده ايه؟ ممكن يجي لي كده 2 بص بقى 5 روت اكس باور 3 بلس 4 ايكوال 10. يا نهار ابيض دي ايكويشن حلها سولف. يلا هات الحل. اعمل ايه؟ سولف. اعمل ايه؟ بس باين قوي ان ده ممكن لازم لما توصل المواضيع دي بقى مواضيع الروتس مش انا قلت لك اصلا ان اللي خلى الموضوع يظهر ان في روتس ان يظهر باور فراكشن الروتس اصلا ممكن اظبطها الاول بلا قرف ده شكلها مقرف قوي. اعمل ايه؟ يبقى اسمها 2 صح؟ اكس هو يا جماعه اكس باور 3 صح؟ ممكن احول الفيفث روت اخليه باور كام؟ بلس كام؟ ايكوال بعد كده هسيبها؟ لا المستر قال لما يكون في باورين ورا بعض عند نفس البيز تعمل ايه فيهم؟ تعمل ملتبلاي فيبقى اسمها دي اكس باور كام دي؟ 3 ملتبلاي 1 على 5 يبقى كام بقى يا عم؟ يبقى 3 اوفر 5 صح؟ ظهر ايه؟ ظهر باور في شكل فراكشن. يبقى ايه؟ مرحبا بايه؟ مبدا حل حوش معانا في المساله دي. ماشي؟ فنعمل ايه؟ تعال حل عادي. يلا بقى نمشي كومبليت حذف. هنحذف كل حاجه. واللي مش عاجبه ما يحذفش. نيجاتيف البوست 4 تروح الناحيه الثانيه ايه؟ تبقى ماينس 4. طب احنا بقى بتوع ايجيبت هنقول ايه؟ الماينس 4 بوث سايد. ماشي؟ هنعمل ايه؟ احنا مثلا في حلوان. فحلوان بتقول ايه؟ امسك الاربعه دفع الناحيه الثانيه. واحنا في ايجيبت قلت لك اسف رحاب فنقول ايه؟ ماينس 4 ها؟ بوث سايد. لازم تطلع لسانك في التين. بوث سايد ماشي؟ فاسمها ايه؟ 2
اكس باور 3 اوفر 5 ايكوال كام؟ 10 ماينس 4 6. ماشي؟ عشان الواحد اللي قال تتعامل العيال قوانين مش موجوده في الماس اصلا. ماشي؟ مش مشكله يعني. طيب دي 2 تروح الناحيه الثانيه بين ديفايد. ماشي؟ ده الكلام ده فين؟ ده في حلوان. اكس باور 3 اوفر 5 صح؟ ايكوال 6 ديفايد 2 اللي هي كام؟ 3. فاحنا كنا في ايجيبت نقول ايه؟ ديفايد 2 بوث سايد. لا ما زودش الموضوع بقى مش هنخرج احنا كده في اسبانيا. خلينا في ايجيبت بقى. فنعمل ايه؟ ديفايد 2 بوث سايد صح؟ يبقى اسمها اكس ايكوال 3 صح؟ طب احنا وصلنا للمرحله دي. احنا في حلوان نقول نعمل ايه؟ عندنا باور فراكشن صح؟ باور شكله راشونال نعمل فيه ايه؟ نمسك الباور نحذفه الناحيه الثانيه ونشقلبه صح؟ يبقى اسمها ايه؟ اكس ايكوال ايه؟ 3 باور كام؟ 5 اوفر 3 صح؟ والرقم اللي تحت اوض فخلاص على كده احنا كده جبنا الاكس صح؟ لو احنا كنا في ايجيبت او احنا يعني بقى بنتكلم اكاديمي جدا فنعمل ايه؟ انا عندي باور شكل فراكشن صح؟ عشان نخلص نعمل ايه؟ هنعمل باور المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه ان بوث سايد. هنعمل هنا ده باور 5 اوفر 3 وهنا باور 5 اوفر 3. فالباور ده على ده يديني ايه؟ اكس باور ده يديني ايه؟ 3 باور 5 اوفر 3. كل الاساليب معروفه وانت هتفهمها عادي. بس في ممكن يقول لك الفكره الموضوع ما ينفعش اقول لك انا افضل احفظك وانا ما اعرفش الاصل في الموضوع. انا بقول لك الاثنين هم عادي ولا مصر ولا ايجيبت انا بهزر. انا بقول لك ان ممكن كنا نعمل كده بس احنا بنعمل الحاجات دي احذف الناحيه الثانيه. انا قلت لك قصتي في الباور بالذات عشان حته الباور دي بالذات لازم تكون فاهمها. ماشي؟ عشان حته ان كلمه احذف باور دي كبيره لازم تكون فاهمها الاصل في الموضوع ايه. عشان في ناس كلها طول حياتها تقعد تحذف لحد ما تحذف الايكويشن كلها حتى ما تبقاش فاهمه حاجه. هو الموضوع مش اصل حذف ولا نيل احنا ما بنحذفش. احنا ممكن نعمل نفس البروسيس ان بوث سايد بس انجازا للوقت احذف. ماشي؟ بس تكون انت فاهم يعني عارف ان دي كلها ايه؟ كلها مبادئ كده اخترعناها على الارض. انا وباحمد قعدنا على القهوه طلعنا المبادئ دي. ماشي؟ بس الناس فعلا بيقول ايه؟ لا اعمل الحاجه بص سايد تخلص منها. ماشي؟ يعني الانتصار في الاخر بتوع ايجيبت مش بتوع حلوان. ماشي؟ يلا فاهم كده جبنا الاكس بكام؟ ب 3 باور 5 باور 3 صح؟ واحده كمان على القصه السوداء دي عشان احنا كده خلصنا راشنال اكسبوننت عشان هنقابلك في الورك تاني ما تتنحش. عشان ان هو قبلك وانت تنحت. ماشي؟ طيب يبقى هنا عندي 4 روت اكس باور 6 خلي دي 4 بلس 2 ايكوال 8 يا عم. يلا نبدا رحله الحذف. نبدا مين نحذفه؟ شايف ال 2 احلى شلوت تحذف الناحيه الثانيه تبقى كام؟ 4 هنا اكس باور 6 هنا ايكوال 8 ماينس 2 6 صباح الفل. طب وبعدين يلا يا فندم 4 دي تروح الناحيه الثانيه برضه دي موجوده هنا مالتبلاي صح؟ احلى شلوت تروح الناحيه الثانيه اسمها ايه؟ 6 ديفايدد 4 صح؟ في مشكله؟ طب انت مستر ايه رايك؟ تسيب ده كده ولا تظبطه شويه؟ انا هي اكس باور 6 صح؟ باور كام؟ 1 اوفر 4 صح؟ اوفر 2 ايكوال 6 اوفر 4 عشان نجيب الاكس يا شباب يبقى الاكس ايكوال كام؟ نفس الرقم اللي هناك ده 6 اوفر 4. يلا نمسك الباور نضيفه الناحيه الثانيه ونشقلبه. بعد ما شقلبته هل لما انت بصيت في الرقم اللي في الدينومينيتور اللي لقيته ايفن ولا ودي؟ خلاص ما اعرفش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ماشي بس بالله عليك لو قبل ما نمشي فكرني اقول لك بس ليه لما بنجيب لها ايفن تحت بنحط بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان افسر لك الموضوع بس في الاخر عشان هو ما تحرجش. ماشي؟ لو انت شفت اي مساله فيها راشنال 9 هل انت لو شفت اي مساله فيها راشنال اكسبوننت 9 لا خلاص وانا مش هديك كده ان شاء الله. طيب هنبدا بقى السكاشن الجديده بتاعت الدرس او بتاعت اليونت تبدا تعكس. البيز كانت طول عمرها اكس والباور رقم انتجر او راشنال بقى. نبدا نعكس بقى يا شيماء وتلاقي الموضوع اتعكس وده الحاجه اللي انا بدات بيها المره اللي فاتت. انا ايه جالك اكسبريشن كبير تقعد بقى ايه دايما هتلاقي فيه ان الاكسات بقى في باور. لو سمحت تفهموا بنفس الترتيب بتاع المره دي ده لان ده احسن ترتيب هيخليك جنب الاول في ميك 2 دي. يعني مثلا انا المره اللي فاتت كده كنت بكتب لك كده صح؟ 3 او ممكن اعمل شيفت 3 وكنت بكتب 49 باور 3 اكس بلس 4 صح؟ مش دي حصلت؟ لا مستر انت مفتري انت بتديني 5 جنب بعض صح؟ انا عارف بس دي كانت الاول ايه؟ قصه عايز افهم بس اللي بدا هنا ايه؟ اللي هنا بص اللي تحت في البيز ده رقم ولا فاريبل؟ طب واللي بقى في الباور ايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ يا لهوي ده احنا عكس ده احنا كنا من شويه كنا كاتبينها كده اكس باور 3 هي كانت اكس باور 3 وبعد كده اكس باور 3 اوفر بص دي كانت البدايه دي الحلقه الاولى في مسلسل الماس. رخمنا عليه شويه خليناها كده صح؟ خلينا الباور ايه؟ فراكشن قتلناك خالص بقى رحنا مبدلين الدنيا ما احنا انا انت خليت البيز ايه؟ رقم وطلعت الاكس فين؟ فوق صح؟ شوف حاسس بالفرق؟ عشان دلوقتي ايه؟ وجود الاكس في البيز حاجه ووجود الاكس في الباور حاجه ثانيه خالص. فمن اول دلوقتي لو انا سكشن 2 لحد النهايه
هتلاقي مين اللي متشعلق فوق في الباور ويقول لك باي باي؟ الفاريبل. طب مين اللي في البيز؟ الارقام. رقم بيز بقى يكون بقى كان البيز دي مش فارقه، يبقى فيها رقم عادي انتجر فراكشن زي ما كده. ماشي؟ طب انا دلوقتي لحد نهايه الحصه هتلاقي ان كل الباورز فاريبل. طب يا مستر ما هو بدا معاك كده في كي جي لحد ثالثه اعدادي. جه السنه دي علمك دي في اول الدرس عشان يقول لك ايه؟ انا عملت القلم معاك اهو، اديتك الرجل اكسمونه. بعد كده خد بقى فيني وجع، خد بقى عيش بقى مع الحاجات دي. ماشي؟ يلا امسح ده كده تعالى نتعامل مع ده. لان انا علمتك السمبلفورم اللي فاتت، انت جاي متعلم السمبلفورم شغل تاني. السمبلفورم ما اترمتش في الزباله يعني. كنا بنعمل السمبلفورم دي ازاي عشان نوصل بيه بشكل محترم؟ نحاول البيس اللي جوه نقعد نصفصف فيها لحد نجيب اخر رقم باور حاجه. 49 دي ليها كام باور كام يا جدعان؟ 7 باور 2. فتبقى كده عندي كده 7 باور 2 ها باور 3 اكس بلس 4 صح؟ دي كانت بتعمل ايه بقى؟ ما برضه نفس الكونسبت اهو. باورين كده ورا بعض فتقول لي ايه بقى؟ دي 7 باور 6 اكس او اضرب الاثنين هنا وهنا، اضربها هنا واضربها هنا بلس 8. كده احنا وصلنا بيها للسمبلست فورم، وده كان اخر شغلنا فات ان احنا نوصل ايه؟ نوصل الاشكال الوحشه دي للسمبلست فورم كده. مش بس كده، تعالى اديك اكزامبل واحد نفتكر كنا بنعمل ايه المره اللي فاتت. اديك اكزامبل واحد بص عليه كده في النظام. كان عندي ايه يا فندم؟ امسح كده. ثانية واحدة يا فندم، الاكزامبل جاي بس. طيب قال لي كده في سؤال هخليه ارخم شويه المره اللي فاتت يعني بالمره يعني. كان كاتب كده يا جماعه فراكشن، كاتب هنا في 27 باور واي ماينس 8 ملتبلاي ها واي ثروت يا 7 باور واي باور 2 بلس 3 واي تحت 81 باور y minus 1 multiply 21 ها باور 5 minus y multiply 49 باور y minus 1. وقال لي في الاخر تفتكر الانسر ممكن يطلع كام؟ يا السهوله ده انت راجل طيب خالص. تفتكر بعد كل العك الاسود ده تفتكر الانسر ممكن يكون كام؟ ولازم تطلعه رقم. اي حاجه كده مش هقبلها، لازم يكون رقم. الرقم اللي هو بقى ايه؟ 1 2 3 4 تلت ربع خمس ست كده يعني. معايا؟ معايا ولا اسف؟ شفتي بقى؟ يا نهار ابيض، يعني ما جابش سكوير روت ولا ده جاب لك روت وكتب لك هنا ور. بس عادي بقى يا عم، هنشوف هنعمل ايه. ماشي؟ يلا فين؟ اول حاجه ايه؟ نقعد نعمل هنا، نقعد نكسر في كل البيزنس. احنا في سيكشن رقم 2، سيكشن رقم 2 بيتكلم في ايه بقى ان شاء الله النهارده؟ ازاي اعمل سمبليفاي اصلا للاكسبريشنز الكبيره. بس بحيث ايه بقى؟ ان البيز هنا في بيز هنا في باور صح؟ البيز دايما بيكون ايه؟ نمبر والباور فاريبل. ده سيكشن رقم 2 في الدرس. تقسيمك للدرس سكاشن في اليونت دي بالذات هيسهل عليك اكتر من انك تفهم الدرس. لانك لو فهمته بس الدنيا تخ في ملوخ، عارف انت عك دي، هتلاقي الدنيا برضه صعبه. تقسيمك ليه سكاشن اللي انا بالترتيب اللي انا كاتبه ده، انا كل حاجه في كل يونت او كل درس انا بحاول اجيب لها دواء. الدواء بتاع اليونت دي ده، الدواء بتاع اليونت دي والدرس ده الاسود ده تقسيمك السكاشن دي. قسمتهم كده ودخلت تبقى مرتاح نفسيا جدا. بص يا فندم اهو، تعالى بقى نمسك واحد نعمل ايه؟ 27 ممكن نخليها ايه باور ايه؟ سي باور 3 صح؟ انا مش هقعد امسح بقى مسح دي كده. 27 بقت كام يا جودي؟ 3 باور 3 معتز. يلا 3 باور 3. خلينا نمسك واحده لحد ما نجيب اخرها. دي 3 باور 3 كده في باورين ورا بعض صح؟ نعمل ايه؟ نروح ماسك ده رازعينه في ده ضرب في ده وفي ده صح؟ مش احنا عارفين ده من المول دي؟ مش همسحها لحد اخر الحصه. فبقى هنا 3 تضرب في الواي تبقى اسمها 3 واي صح؟ 3 واي ماينس 1 اوفر 3 ملتبلاي 3 1 يبقى 3 واي ماينس 3. يبقى الباور ده اسمه ايه بقى؟ 3 واي ماينس 1 اسف. انا مش هقعد اعمل له الستبس لان مهارتك ان هو فاضل فيه ستبس والله. ماشي؟ تعالى على ده. ده الوسط. اول حاجه ممكن اخلص بس يعني حاجه اسمها في الدنيا روت واي
بس انا عارف ان السكوير روت كان بيتحول 1 اوفر 2 والكيوبيك روت كان بيتحول 1 اوفر 3 والفورث روت يعني لو انت عندك مثلا كده فورث روت كده هنا 4 ده بيتحول ايه؟ طب تفتكر اللي هو عليه واي يتحول ايه؟ بس كده مثلا انت ده كده تقول يا بكار انت عايز يعني تخدعني؟ ماشي اهو امسح ده خالص كده يا صاحبي اهو فنحوله ده نخليه ايه باور؟ باور كده اول حاجه 1 اوفر واي خلصنا كده ولا لسه؟ لسه نعمل ايه يا مستر؟ تضرب ده باورين ورا بعض تضرب ال 1 اوفر واي دي هنا وهنا واي سكوير ملتبلاي 1 اوفر واي تطلع كام؟ واو طب 3 واي ملتبلاي 1 اوفر واي تطلع كام؟ 3 يبقى الباور ده كله كام؟ واي وده هيتضرب هنا يبقى واي صح؟ وده هيتضرب هنا يبقى 3 صح؟ يبقى الباور كله كام؟ واي بلس 3 صح؟ اه من غير ما نكتب حاجه مسحنا كل حاجه اهو مش مشكله. ماشي؟ ده للمناديل يلا 7 باور كام؟ واي بلس 3 تعالى تحت تعالى على دي حاسس ان المساله معلش اصلا ايه؟ هستعين بالمناديل عشان اكبرها شويه بس ايه دي بقى؟ يبقى هنا 7 باور كام؟ كام بلس؟ ولا ماينس؟ ماشي تعالى هنا حاسس ان المساله بقت البيزنس فيها كام؟ فلازم اللي تحت برضه ايه؟ احنا قلنا لازم السمبليفاي بتاع ده يبقى كلها حاجات 3 و7 صح؟ الاي تي ممكن اجيبها كام وكام؟ لا ما هي لا الرباطات دي لسه بتاعتك لسه ممكن نقللها اكتر. احنا قلنا ايه في 1 2 3 4 5 6 7 بس كده هم دول لحد 7 هم دول حلوين قوي ماشي؟ ممكن الاي تي 1 نكتبها 3 باور حاجه يعني تفكير نروح الاول لل 3 يعني 3 وال 7 ممكن الاي تي 1 نكتبها 3 باور حاجه 3 باور كام؟ حلو يبقى دي اسمها ايه؟ اهو لازم نجيب 3 باور فوق. بقى في باورين ورا بعض صح؟ فنعمل ايه؟ نضربهم في بعض بقى اسمها ايه؟ 4 واي ماينس 4 يمسح ده ويمسح ده بقى اسمها 3 4 واي ماينس 4 انا مش عارف امسح كده لان انا مش هتبقى شغال كده؟ طبعا انا هعمل ايه طبعا؟ انا لازم اديك حاجه في الوقت انا عارف في الوقت مش جايب حلو معانا 49 واي باور ماينس 1 برضه لو 49 ممكن تكتبها 3 باور كام؟ لا مش 3 اصلا يا مستر 7 باور كام؟ 7 باور 2 نروح ماسحين دي خالص نكتبها ايه؟ 7 باور 2 صح؟ طب 7 باور 2 باور واي ماينس 1 هنعمل ايه؟ ممكن نضرب ال 2 هنا وهنا يبقى اسمها 2 واي ماينس 2 احنا مسكنا ال 2 دي يا محمد ضربناها هنا وضربناها هنا جودي 2 واي ماينس كام؟ يبقى اسمها 7 باور 2 واي ماينس 2 واخد بالك من السمبليفاي واخد بالي يا عم يا رب نخلص دي على دي بقى دي هتتنح فيها 3 باور 7 صح يا جماعه طب وانا ليه ما عملتهاش 3 باور حاجه اصل انا المساله كلها باينه ان هي كلها 3 و7 3 و7 في 21 ده قدامها هتتنح فهي ولا 3 باور حاجه ولا اي حاجه باور حاجه اصلا 21 دي ماشي فتقول لي ايه فكره الحاجات اللي انت تعرفها اللي هي البيرفكت سكوير اللي هم 36 16 64 حاجات معروفه دي مش كده فانت تقول لي ايه اي رقم يعصلك معاك اي رقم يعمل ايه يعصلك معاك خليه رقمين في بعض خليه ايه بس خلي عندك السنس يكون شغال هو هنا 21 مفيش غير 3 و7 ممكن يجي لك رقم تاني ممكن تخليه مثلا 3 باور يعني مثلا 12 ال 12 ممكن تبقى كام وكام 2 في 6 او 3 في 4 صح هتيجي في السؤال تتنح اخليها حسب البيزنس اللي حواليك يعني حسب البيز اللي هنا وهنا وهنا هنا تبدا تخليه انا شايف هنا كلها 3 و7 3 و7 ومفيش اصلا غير 3 و7 لكن لو انت جيت سؤال زي كده حاول يكلمني في ايه سنسز ماشي اديك تعمل ايه يا فندم هنا امسح كده خالص خلي ال 21 دي ايه 3 ملتبلاي 7 3 ملتبلاي كام 7 ده ما هي دي بقى تعالى على الباور ده عشان ما قلناش الرول ده لما يكون عندي حاجتين بالملتبلاي جوه في باور تعمل ايه الباور بينزل على كل واحد صح يعني هيبقى اسمها ايه 3 باور 5 ماينس واي ملتبلاي 7 باور هتقول لي يعني ممكن نمسح ده كله خالص نخليه حاجتين اهو عشان بس دي تسمى 3 باور 5 كام 5 ماينس واي صح وهنا 5 ماينس واي الحمد لله على السلامه عرفتني طب قبل ما امسح بس قلت حاجه ثانيه ممكن نعمل ايه ثاني لسه ما خلصتش لسه سيم بيز ما بينهم ملتبلاي نعمل ايه في الباور؟ نجمعهم فممكن نمسح دول كده ونخليهم بيز واحده ونجمع الباور اللي هي ممكن تعمل خلاص عارفين انا اتخانقت من المسح هنكتب هنا تحت نمسك دول كده هتبقى 3 واحده صح؟ نعمل ايه في الباور يجمعهم 4 واي ماينس واي نيجاتيف 4 بلس 5 بوزيتيف 1 نيجاتيف 4 بلس 5 بوزيتيف 1 طب دول برضه سيم بيز ممكن نجمعهم مع بعض ها
مستر انا ليه هجمع؟ عشان هما السيم بيز ما بينهم ملتبلاي 5 ماينس واي و 2 واي ماينس 2 اجمع الواي مع نيجاتيف واي بلس 2 واي يبقى واي. طب 5 بلس نيجاتيف 2 يبقى بلس 3. فوق ممكن حاجه ولا خلاص اللي فوق؟ خلاص ماشي. قلنا صدفه ان انت كل مره تلاقي ايه في بيز بتروح مع البيز، بس الطبيعي ان انا اخد دي مع دي واطبق الرول ده. اخد دي مع دي واطبق الرول ده اللي هو ايه؟ سيم بيز نعمل الباور ماينس. فتقول لي خلاص يا مستر سيم بيز ماينس الباور، بس دي خلاص بس انت لو ماينس هتخليه باور زيرو، طب ما ده هو نفس الحاجه كنسله مع ده وريح دماغك خالص يا زميلي. يبقى عندي ده صح؟ ده نفس البيز صح؟ ماينس الداون. اب ايه؟ اب ماينس الداون. ما انت جيت تعمل باور اب ماينس باور داون، باور اب ماينس الباور الناتج ده هيتكتب اب، يعني لازم تيجي من هنا يبقى عندك ايه؟ اصل اللي تحت كان اكبر، ده اكبر من اللي فوق فاكتب الباور تحت، مالهاش علاقه. عملت مين ناقص مين؟ اب ماينس الداون. فدي تكتب الباور اب ولا تكتبه داون؟ يعني ايه يعني تكتبه داون اصلا؟ يعني بص من الاخر مش انت عندك نيوميريتور هتكتب ال 3 فوق ولا تحت؟ فوق ليه؟ عشان عملت اب ماينس اف حتى لو الباور طلع معاك غريب، اصل هو ممكن يطلع معايا نيجاتيف. ماليش دعوه اكتبه فوق وبعد كده بقى اظبط براحتك، عشان ما هو لما يطلع معاك نيجاتيف معلش في العيال كلها بتتلخبط تقول لك ده طلع فيه نيجاتيف يا مستر احطه تحت ولا فوق؟ ده لا الباور النيجاتيف يكون تحت يكون راسه تحت. لا هو الباور طلع فيه ايه؟ نيجاتيف بوزيتيف زي ما يكون طلع فيه قرد تحطه فين؟ مش عافيه مش بلطجه مش قهر للانفس، امال ايه يا مستر؟ عشان انت عملت اب ماينس بس فتقول لي اب ماينس داون يحط الباور فين؟ تعالى بقى نشوف الباور ده هيكون كام؟ هنعمل ماينس صح؟ على جنب كده 3 ماينس 3 واي ده صح؟ ماينس هنعمل ايه؟ براكت الله ينور عليك يبقى 3 واي بلس 1. خش هنا يبقى 3 واي ماينس 1 ماينس 3 واي ماينس 1 اهو يروح مع بعض نيجاتيف 1 ماينس 1 نيجاتيف 2 الحمد لله طلع فيها نيجاتيف. يلا بقى عبد المتخلف هيعمل ايه؟ عبد المتخلف هيبص كده الاقي الباور طلع فيه نيجاتيف فلازم يشغل دماغه يقول لك الباور فين نيجاتيف حط الباور تحت. لا انت عملت مين ناقص مين؟ ماينس الداون فتقول لي حط الباور اهو يعني 3 بالباور تحت كلها في الاب. بعد كده بقى انت حسبت 3 باور نيجاتيف انت عايز تنزلها تحت ماشي يعني بقت 1 اوفر 3 باور 2 اللي هي 1 اوفر 1 خلاص. فاهم الفكره؟ بالله عليك انا بجد ما بدهاش في ناس كتير بتغلط فيها وانا شرحتها كتير بس هو الناس برضه مصممين يعملوا كده بس انتوا ان شاء الله ما شاء الله كلكم شاطرين فتعملوا ايه؟ اب ماينس الداون الباور والبيز وكل حاجه فين؟ اب ماشي؟ اكيد مش هنخش نعمل داون ماينس اب مش هنفكر بس هم طلع في الاخر الحمد لله ايه؟ 1 اوفر 9. ده كان سيكشن رقم 2 اللي هو ازاي عرفني اعمل سمبليفاي للاكسبريشنز الكبيره قوي دي عشان في الاخر اوصل لايه؟ مش يمكن بعد ما اعمل سمبليفاي ما يطلع لي اكسبريشن بس برضه يفضل فيه كده ده اللي حصل. يعني المره اللي فاتت مثلا كان عندي اكسبريشن امسح ده او اسيبه كده ممكن مثلا بعد ما اخلص وارد كان طلع معايا كده في الاخر 3 باور اكس بلس 2 صح؟ يعني انا سمبلت الاكسبريشن ده كله طلع معايا كده في الاخر. هزعل على ضد في الارض واقول مش حالي؟ لا عادي ماشي بس بقت احسن. لا احسن من فهو قال لك السمبليفاي ايه بقى؟ بحلين يعني منها انك عملت سمبليفاي فطلع رقم المساله خلصت او طلع حاجه تكمل بيها المساله. وانا لسه هكمل يعني بعد ما عملت كل الكلام ده هكمل تاني قدر اعترض ده ماشي؟ فعادي ممكن نكمل عادي جدا فلو طلع معاك كمل ما تقولش لا. فهي بقى السكشن رقم 3 يا ترى السكشن ممكن اعمل فيه ايه؟ اكتب فيه ايه؟ ما كتبتش فيه ايه؟ هنكمل ايه بقى؟ هيبقى عندك نفس الزفت كده بس في الاخر مش هيطلع لك رقم صغير كده. هيطلع لك ايه بقى؟ حاجه ثانيه زي دي فتنتج بقى تعوض وتشتغل بيها في الايكويشن عادي. ماشي؟ مفهوم يا جماعه ده؟ طيب كتبت لك كده عشان ايه ما تزعلش مني يعني ما ايه؟ ما تحسش بقهر كده تقول عندك اكزامبل سهل بس والله العظيم مش بهزر. انت لو فعلا مشيت بالسيستماتيك ده اليونت دي هتحسها تافهه جدا 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 بجد. مشيت بالسيستماتيك ده الدواء ماشي؟ هي على فكره رخمه واللوج والليتر اللي هناخدهم بعد شويه دي يا الناس تنسى انهم بتكره حياتهم بسبب اللوج والليتر مع انهم مش منهج بس هم بيكرهوا برضه حياتهم بسبب. فاحنا لو مشينا بالسيستماتيك اللي هنمشي ده يا لهوي على السهوله مش والله مش شكرانيه ولا جمدان في نفسي ده توفيق ربنا بس انا عاصرت الموضوع ده اكتر من حوالي 5 سنين وعارف اجيب له حل باي طريقه عشان ايه؟ يخش في دماغك كده ايه؟ ستيب باي ستيب
ما ينفعش يدرك كله. المعاصر على فكره انت دخلت في اسئله المعاصر هتحط في الهومورك هتلاقيه ايه؟ عامل كوكتيل كده فخفخينه كله على بعض. خلاص صعب جدا. انا عايزك بس احنا النهارده تكون ذكي. الاسئله حاولت الهومورك تبقى انت عارف تبع انهي سكشن. لو انت عملت كده يبقى انت بيرفكت. تيجي في الامتحان انت عارف انهي سكشن. ماشي؟ سكشن رقم 2 ده هنكمل ازاي؟ بص انا ممكن اجيب كده يا شباب. نجيب بس نظام عشان ممنوع التهبيط في الدرس ده خالص. نجيب اكزامبل نكتبه كده مع بعض. قال لي كده روان 2 multiply 4 or x plus 3 equal 1 over 32. حلو؟ السؤال ده ينفع نحله؟ يعني هل هو تبع سيكشن واحد ده؟ لا ليه؟ عشان الاكس فين؟ في الباور. فهي مش تبع. بتقول لي تبع مين؟ تبع سيكشن رقم 3. بس سيكشن رقم 3 ده ممكن يتقسم حاجتين، يا اما ايكويشن سهله تحل على طول او ايكويشن مغلفه هنعمل فيها سمبليفاي ونحل. بس الهدف فيها بقى احنا هنقول له هنكمل. تقول له ايه بقى؟ equation with variable power. with ايه؟ variable ايه يا مستر؟ يعني الباور فيه variable. اللي هو عايزه اكس يعني. فتقول لي لو انت قابلت تقول لي لا ده احنا بنقول ايه؟ دي الايكويشن ايه؟ الايكويشن السهله اللي يكون فيها اكس باور. انا بعد 3 ثواني بالظبط هديك ايكويشن مش سهله بس هي نفس الحل نفس الطريقه. القصه من ده يا جماعه عشان تحل نوع الاسئله دي بقى، نوع الاسئله اللي هي البيز فيها رقم والباور فيه ايه؟ اكس. حاول تخلي البيز والاكس، البيز بالباور بتاعها كله في ناحيه وبقيه المساله كلها في ناحيه. بقيه المساله كلها في ايه؟ بالمناسبه النوع ده دايما هتلاقي ما بين الترمات مالتيبلاي، دايما ما بين الترمات ايه؟ وبيكون عندك حاجه واحده بس. ماشي؟ اول حاجه نعمل ايه؟ شايف التو دي؟ تروح فين يا مستر؟ بالديفايد، فيبقى اسمها يا مستر كده 4 باور اكس بلس 3 ايكوال 2. بص ودينا بالديفايد يطلع لك 1 اوفر 64. صح؟ لما توصل للمرحله دي في كل السكاشن الجايه طول ما في الاكس في الباور لازم الكلمه زي الكلمه كلمه واحده اللي هنقولها. لازم نوصل لبيز ايكوال بيز، لازم بيز ايكوال عشان تقول لي انت ما دام البيز زي البيز نخلي الباور زي الباور. دي طريقه الحل بتاعتنا. لو البيز زي البيز يبقى ايه؟ الباور زي الباور. البيز زي البيز يبقى ايه؟ الباور زي الباور. فتقول لي يا مستر تعال نحاول نخلي دي هي دي 4 صح؟ على فكره ممكن اخليها كده 2 براحتي باور 2 كده باور اكس بلس 3 صح؟ لو زعلان يعني حاول حتى لو شفت البيز اللي عندك دي فيها سمبليفاي اعمله. دي هيبقى اسمها ايه يعني؟ 2 باور كام؟ 2 اكس بلس 6. ما زعلتهاش في حاجه. ما زعلتهاش انا نسيت الباور ضربته هنا وهنا. طب بعد كده يا مستر اعمل ايه؟ شايف النمبر 64 دي؟ ممكن اكتبها كده 1 اوفر 2 باور 4 صح؟ حاسس ان الرقم الكبير اللي عندك ده ممكن تكتبه 2 باور حاجه صح؟ لازم يعني فاكتبه 2 باور 2 صح؟ طب بعد كده اعمل فيه ايه؟ مش دي 2 باور 4 تحت؟ احلى شقراص في الدنيا تبقى اعمل ايه؟ يبقى انا كده عملت ايه بقى؟ انا وصلت في المساله انا خدت ايه؟ بيز زي البيز. فتقول لي انت ايه بقى؟ يبقى اكيد لازم وحتما ولابد غصب عني وعن التخين في الماس تقول لي ايه بقى؟ يبقى اسمها 2x بلس 6 ايكوال انا زودت الباور بايه؟ باور بعض. 2 باور 6 مش 2 باور 4 2 باور 4 بلس 16 معلش. يبقى دي 2 باور 6 2 باور 6 لما تطلع فوق تبقى اسمها 2 باور نيجاتيف 6 ماشي؟ يبقى هنا ايه؟ خد ده 2x بلس 6 ايكوال نيجاتيف 6. تعرف تحل الايكويشن دي؟ حلها بقى عادي 2x يلا 6 تروح الناحيه الثانيه يبقى اسمها نيجاتيف 6 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 12 x ايكوال نيجاتيف 6. زعلان؟ لا انا كده جبت الاكس اهو. انا قلت لك ايه؟ غصب عني وعنك وعن ادخن تخين في الماس لما نوصل للمرحله دي لازم تقول لي ايه؟ جمله واحده بيز ايكوال بيز. ولما اقول لك غصب عني وعنك وعن ادخن تخين في الماس يعني ما فيهاش حوار، هي كلمه واحده ماشي؟ لازم نخلي ايه؟ بيز ايكوال بيز. لو انت عملت القصه دي تقول لي ايه ساعتها؟ يبقى الباور ايكوال الباور. زعلان؟ هل في اي صعوبات في الموضوع؟ هل في اي بانيك اتاك او اضطراب نفسي؟ لا خالص. القصه كلها بقى ان هو مش هيسيبها كده سالكه، يعني مش هيسيبها ايكويشن. خلي بالك انت قلت لي يا بيه الترمز هنا في ايه؟ سكشن رقم 3 ايكويشن عاديه ما فيهاش ترمات، هو ترم واحد يعني الاخر هنا 1 تورم وهنا 1 تورم. خلينا نعمله كده ايه؟ 2 ترمز ايكوال بعض، يعني اي كونستنت هنا بالمالتيبلاي، ولو في اي حاجه هنا بعد السمبليفاي تبقى ترم واحد. هو مستر ينفع في النوع ده يعمل زي ما فاتت؟ يعني ايه يعمل زي ما فاتت؟
يعني يكتب لي مثلا ايكويشن كبيره واحاول احلها يعني ممكن تعمل لي كده e باور x بلس 1 multiply 3 مثلا بلس x بلس 2 شايف الرجله بتاعتي كده؟ امسح الرجلات ده مش همسحها. يجي يقول لي كده ده بقى النوع ايه؟ هو صح؟ بس هنستخدم فيه ايه بقى؟ هنستخدم فيه مساعد سيكشن رقم 2 ويقول لي سولف. هو ده ايه الصعب فيه يا جماعه؟ ان هو الموضوع ما بقاش سالك، هو احنا لسه في سيكشن 2 ايكويشن ويز فاريبل ان باور بس، وهي على فكره كل ده ترم واحد. انا كان كلمتي كلمه واحده في السيكشن ده ان كل اللي هنا يكون ايه؟ ترم واحد مش كذا ترم. هو فعلا بس ده محتاج ايه بقى؟ شويه تظبيط، شويه ايه؟ تظبيط. ممكن بس نخلي ده كده، نخلي ده هنا الرقم ده عشان بس مساله الحل معانا تبقى حلوه. لا حاجه مش مشكله. ماشي؟ هتقول لي اعمل ايه؟ انا محتاج اظبط ده بقواعد السمبليفاي بتاعت سيكشن 2 وبعد كده حل. طب تيجي نعملها سمبليفاي، هنعمل ايه يا مستر؟ ده وده صح؟ يبقى اسمها ايه هنا؟ 2 باور اكس بلس 1 هي مش هما الاثنين نفس البيز؟ احنا ممكن نعمل ايه؟ ماينس صح؟ مين ناقص مين؟ الباور اللي فوق اب ماينس داون. هنعمل ايه هنا؟ صح؟ هنا يبقى اسمها اكس بلس 1 ماينس اكس ماينس 2 دول راحوا مع بعض صح؟ 1 ماينس 2 نيجاتيف 1 هيتبقى ايه يا مستر؟ 2 باور نيجاتيف 1 اب ولا داون؟ اب عادي في مكانها هنا. طيب تعالى فاضل ناخد دول، مش دول برضه سيم بيز؟ تاخده بالديفايدد نعمل الباور ماينس اسمها اكس بلس 2 الباور فوق. يا مستر الباور نعمل الباور اللي فوق؟ ايوه نعمل الباور اللي فوق. الباور اللي فوق هو اكس بلس 2 ماينس وخلينا نعمل منها على طول ماينس 2 اكس ماينس 4 اكس ماينس 2 اكس 4 2 ماينس 4 نيجاتيف 2 صح اكس ماينس 2 اكس نيجاتيف اكس 2 ماينس 4 نيجاتيف 2 يبقى عندي ايه؟ هنا في 3 صح؟ 3 باور نيجاتيف اكس ماينس 2 كل وتحت مفيش حاجه خلاص بقى 1 ايكوال 9 ماشي؟ ايكوال كام يا مستر؟ 9 زعلان؟ امسح دي خلاص اهي. بعد السمبليفاي وصلنا ايه يا جماعه؟ وصلنا ال 2 دي هتنزل تحت صح؟ يبقى اسمها 3 باور نيجاتيف اكس ماينس 2 اوفر 2 ايكوال 9. في مشكله؟ في مشكله في الوقت ده؟ طب معلش ممكن نخلي دي بس ممكن نخليها كده 13.5 معلش انا بحب 13.5 وانا صغير ماشي 13.5 ماشي. نعمل ايه بقى كده عشان نحل المساله دي؟ احنا بنحل عادي بقى شايف ال 2 دي؟ لا لسه احنا قلنا لازم يبقى الحته موجوده لوحدها دي مفيش حاجه معاها كلها بس فاضل ال 2 بس نخلص منها وديها الناحيه الثانيه صح؟ نخلص ولا من ايجيبت ولا ايه؟ وديها الناحيه الثانيه نفس البيز 3 باور 3 بيز زي البيز يبقى لازم غصب عني وعنك وعن ادخل دقيقتين في الماس لازم يكون الايه؟ الباور زي الباور نيجاتيف اكس ماينس 2 ايكوال 3 يلا اديني حتى يبقى اسمها نيجاتيف اكس ايكوال 3 بلس 5 صح؟ يبقى الاكس ايكوال الحمد لله الف حمد لله على السلامه. احنا كده وصلنا لايه؟ سيكشن 2 كده خلص، سيكشن 3 كده خلص، سيكشن 3 ده انا وانا فاهم وانا بحله ايه؟ لازم يكون عندي في اخر سيكشن 3 ده وانا بحل 1 ترم هنا البيز نمبر والباور في الايه؟ في فاريبل وتساوي رقم واحاول دايما اخلي البيز ايكوال البيز، خلي دايما ايه؟ بيز ايكوال بيز، يلا يا جدعان وربنا عشان ده راجع. هنفهم ولا هنعمل ايه؟ يلا تمام؟ 3 ايه؟ باور نيجاتيف اكس ماينس 2 ايكوال 3 باور 3 سوينا البيز بالبيز وعملنا الباور زي انا كل بس عايز افهمه لك ان انا هو ممكن يستخدم دي مع دي ازاي عشان تبقى عارف الاسئله شكلها عامل ازاي. يديني اكسبريشن كبير بس هو في الاخر هو بس سؤال لما يديني اكسبريشن كبير ده هل ده يبقى 1 ترم ولا اكتر من ترم؟ لا هو 1 ترم عشان شغال 1 ترم والله ده اقول لك ماشي يبقى 1 ترم صح؟ الفراكشن ده يمكن يعني مثلا اكتب كده بص اكس باور 2 ماينس 1 على اكس ماينس 1 بلس 3 ايكوال 9. يعني دي كده مثلا دي كام ترم؟ ادي ترم ادي الثاني ادي الثالث ماشي؟ لو اجي مسحت دي كده ترم وترم فالشاهد من موضوع السكشن 3 ده لازم يكون هنا في ترم قبل الايكوال
ترم هنا بعد ايه؟ زعلان كده من حاجه؟ لا يا عم ده كده 100 100 ده كده سكشن 3 ده مش زعلان منه في حاجه بس يا رب ما يجيبش ديسم بالفوق. يعني انا ما عنديش مشكله خالص اديني اي ايكويشن الباور فيها اكس بس ما تخليش اقعد اعمل سمبليفاي اللي هو بيخنقني ماشي؟ فاحنا نديك اكزامبل تاني زي كده. قال لي في ايه بقى؟ قال لي مثلا اكزامبل زي ده 3 تحله انت بايدك ماشي؟ 3 اوفر 2 اكس باور اكس كده خليها اكس بلس الاخير اللي هو اهم واحد فيهم بقى ده اللي فيه رغي شويه. قال لي خلي بالك الموضوع هيبقى اصعب سيكا. ليه سيكا؟ قال لي انت لحد سيكشن 3 كنت بتحل المساله كنت بتوصلها ترم قبل ترم يعني ترم ايكوال ترم تخليها ايه؟ سيم بيز تخليها ايه؟ قال لي خلي بالك في سيكشن رقم 4 ده واللي هو يعتبر بعديها يعتبر الدرس خلص اصلا. قال لك هتلاقي فيها اكتر من ترم وفي اكتر من ترم وفي باور فاريبل بس كلهم برضه سيم بيز يعني بص كده هتفهم قصدي. هتبقى حاجه زي كده 7 اللي هو عندك في اول سنه في النظام 7 باور 2 اكس minus 1 plus 7 باور 2 اكس plus 1 equal 350. يلا بسرعه هو اكزامبل راح تفهم السكشن كله في ايه؟ ده هم مسائل تانيه بقى. بس انا حابب افهمه لك كانه سكشن. انت ليه اللي لاحظه هنا؟ ولا في دول ما ينفعش تعملهم سمبليفاي ليه؟ ايوه ما بقاش ما بينهم ملتبلاي ولا ديفايد ولا حاجه، كل ده ما ينفعش يتعمل دلوقتي لان بقى في ايه؟ بلس او في ماينس فكده بقى كل ترم مختص بذاته. بس الحلاوه بتاعت السكشن سكشن 4 ده تقول لي ايه؟ انهم بيكون لهم نفس الباور مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ اللي يهمني في الباورات ان لو هنا 2 اكس يكون هنا ايه؟ 2 اكس. لا مش كونجكت لا مش كونجكت يكون اي رقم بس الكلام واحد. في سكشن رقم 4 اللي هو السكشن الحلو ان لو هنا 2 اكس يبقى هنا ايه؟ زي لو هنا اكس يكون هنا لو هنا 5 اكس يكون هنا حتى لو كانت كذا ترم. ده كان سكشن ده رقم 4. هنيجي في اللي بعده اقول لك ان هنا هيبقى في 2 اكس وهنا في اكس الدبل ده تعامل تاني. هنيجي في اللي بعده اللي هو سكشن رقم 6 اقول لك لو هنا 2 اكس هنا في نيجاتيف 2 اكس نفسه بس بالنيجاتيف ده تعامل ثالث. هما الثلاث سكشن كده زي بعض يبقى عندي كذا ترم هما بيبقوا 2 او 3 بالكثير. بس اول سكشن نفس الاكسات ونفس الكوفيشنت بكل حاجه مش مشكله بقى هنا نيجاتيف 1 هنا بلس 1 زي ما يكون. طب اللي جاي هتلاقي فيه هنا الباور اكس هنا 2 اكس يبقى الدبل يعني متعمدين يجيبوها الدبل. طب اخر واحد هتلاقي فيه واحد بوزيتيف والثاني فيه باور نيجاتيف هو اصلا بيكون فيه نيجاتيف يكتبوا تحت في الدينومينيتور. فلازم اكون متفرق بقى التعامل ما بين ده وما بين ده وما بين ده. طب انا عندي ده اتعامل معاه ازاي؟ اللي هو فاهم اللي هو السكشن اللي بيكون ليهم نفس الباور بالظبط وانا قسمتها اهو لا عشان ما الموضوع صعب. فتقول لي بحاول معاه ازاي؟ بص ستيب رقم 1 حاول تفصصهم. يعني ايه تفصصهم؟ دي على فكره ممكن استخدم فيها الرول ده. ايه ده ازاي يا مستر؟ بص كده هو انا لو كان عندي كده 7 ملتبلاي باور اكس ملتبلاي 7 باور 2 دي كانت ايكوال كام؟ دي ملتبلاي دي مش دي سمبلز نعمل ايه في الباور؟ يبقى اسمه 7 باور اكس بلس 2. طب افرض انا اديتك دي ما تعرفش تقسمه وترجعه جاي تاني؟ اعرف. انت قصدك تقول يا مستر في اي اكسبريشن لو الباور فيه بلس ممكن ارجعه 2 ترم بالملتبلاي؟ ايوه لو احتجت مش في اي حته وخلاص. ما هو انت كان من شويه كان مديني اكسبريشن كبير مش بيعمل كده ليه؟ عشان مش محتاج كده. بس انا اعمل كده ليه دلوقتي؟ عشان انا محتاج اعمل كده. تخلي بالك ان الباور ده طول ما انت عندك باور اهو في 2 كومبوننت او في كذا ترم من البلس باور ممكن اقسمه كده. بص يبقى اسمه ايه؟ 7 باور 2 اكس ملتبلاي عادي 7 باور نيجاتيف 1. في واحد عنده خلل نفسي وعادي يقول لي ايه؟ طب ما بص ما بينهم ماينس تخليه بالديفايد. لا يا حبيبي انا عايز اخليهم الاثنين جنب بعض على السطر. فبيعملوا بالملتبلاي بيكتبوا 7 باور نيجاتيف 1 عادي. مش دول لو جماعه هيرجع تاني؟ طب اشمعنى مستر ما كناش بنعمل دي قبل كده؟ ما كناش محتاجين نعمل كده. ما كناش محتاجين يا جماعه نعمل ده قبل كده فخلاص ده كفايه. بلس 7 قسم باور 2 اكس ملتبلاي 7 باور 1. طبعا بالله عليك حاول بقى ايه؟ يعني كل مقام المقال هنا بنكتب ملتبلاي وانت فاهم ليه؟ عشان احنا بنقسم دي 2 بيزز وهنا بنكتب ملتبلاي هنا بلس دي بتاعت المساله. فمش عايزين عك بلسات ولا هيصه مش عايزين نشوف ده. هتقول لي ايه؟ الحمد لله احنا من السكشن اللي هو نفس الباور. شفت بقى نفس الباور ايه؟ يخليني اعمل ايه بقى؟ اخده ايه؟ اتش سي اف صح؟ اخده يا جماعه؟ اتش سي اف مش هو موجود هنا في الاثنين ما تقدرش اي حاجه هو موجود في الاثنين ممكن اخده ايه؟ اتش سي اف بره واحد بس
مستحيل في الاجابه اعرف اخد اتش سي اف لان هو مش نفس الباور. شفت؟ فدي نوع حلها يعني شكلها بيتطلب نوع حل معين. تقول لي ممكن اخده بره كده ايه؟ يلا يبقى ازرق هو 7 باور 2 اكس. يتبقى ايه لو خدنا اتش سي اف بقى من جوه؟ اول حاجه هنا يتبقى اول حاجه دي ناخد يبقى هنا 7 باور نيجاتيف 1 واكتبها كده. بلس وما بينهم بلس عشان دي ما بين الترمين 7 باور كام؟ ايكوال 350. على فكره ده مش يعني ده مش كبير ولا حاجه، ده 7 زائد 1 على 7. ممكن نجمعهم؟ لا مش هو. مش هينفع اشدهم كده عشان هم اللي هي بتفرق. ماشي؟ فدول ايه؟ مش 1 هو رقم نحسبه ونوديه بالايه على طول؟ بالديفايد. فيبقى عندي كده 7 باور 2 اكس 7 باور ايه؟ ايكوال. شاف دول؟ اجمعهم ووديهم هناك بالايه؟ بالديفايد. لما تجمعهم وتوديهم بالديفايد عايزك تقول لي رقم واحد اكتبه هنا، ما تفكرنيش معايا في اي حاجه. بس كده هو ده. فكل ما تخش تعمل ايه؟ يعني ما تخليش الظروف تقعد تقول لك اجمع ده هيديني رقم فراكشن وبعد كده يا عم اجمعهم كده على الكالكوليتور ووديها بالديفايد على طول وخلاص. 7 باور اكس. احنا وصلنا لانهي محطه؟ اهو لا بس شوف احنا كل ما نوصل لسكشن لازم نجيب اللي قبله، لازم نقعد نعيش شويه في الاول. اللي انت وصلت في الاخر برضه بيز ايكوال لازم نخليها بيز ايكوال البيز غصب عني وعنك وعن ادخن تخين في الناس نخليها بيز ايكوال بيز. شايف دول جمعناهم كده مع بعض وديناهم بالشو براكت دبل مالتبلاي يروح بايه كله بالديفايد. فورتنت دي ممكن نخليها 7 باور كام؟ 7 باور 2 صح؟ فانا كده عندي بيز ايكوال البيز فيبقى ايه؟ باور ايكوال الباور يبقى اسمها 2 اكس ها؟ ايكوال 2 يعني الاكس بكام؟ الاكس 1 دي ايه؟ الاكس 1 دي احنا ما اتكلمناش اصلا عن الموضوع ده، الاكس احنا طلعها دي هي الاكس اللي لو حطيتها هنا هيخلي الناتج كله كام؟ 350 بس. فده نوع الاسئله اللي بتجي لك يا فندم البيز نفس البيز وفي اكتر من ترم بس هم ليهم ايه؟ ما لهمش نفس الباور بس الكوفيشنت بتاع الاكس سيم. هنا لو 2 اكس هنا لو 2 اكس هنا لو اكس يبقى هنا اكس. نحل تاني ولا خلاص فكره فهمت؟ نحل مع النظام التاني عليه اهو نمسح ده كده خالص. اهو حل اكزامبل تاني عليها وكله موجود في المنظمه والله هجيبهم من المنظمه. قال لي مثلا كده 5 باور اكس بلس 1 اهو اكزامبل تاني هيجي لي كده وشفت اكيد شفت ده في المعصر وانت بتحل الامور. احنا ما كناش عارف على ده اصلا. بلس 5 باور اكس ماينس 1 ايكوال 130. وانا شفت الاكزامبل ده قلت عليه سكشن 4 بس ده كده حليت. هي كل القصه ان انت بتبقى تايه في اي حاجه. ده ليه؟ عشان هو نفس انا في ترمين بالبلس مش ترم واحد. ونفس الباور مش نفس الباور، يعني معلش ممكن نقولها مجازا نفس الباور قصدي على ده. مش دي هنا اكس وهنا اكس؟ هل هم الدبل؟ لا. فتقول لي يا مستر خلاص يبقى نعمل ايه؟ اول خطوه يعني ناخد اتش سي اف على طول ولا نعمل ايه الاول؟ نقسم ازاي؟ يبقى دي 5 باور اكس ملتبلاي 5 باور 1 بلس 5 باور اكس 5 باور نيجاتيف 1. طلع عيل مغفل كشك يقول لك انت اشمعنى بتقسم هنا؟ اقول له انا محتاج اقسم. هناك مش محتاج اقسم. هتلاقي لما تكرر يا مستر 5 باور اكس فلو انت عامل ايه؟ خبطه احلى اتش سي اف. هيتبقى عندك ايه هنا؟ 5 باور 1 ملتبلاي 5 باور نيجاتيف 1. مش لازم على فكره كل مره تبقى كده. هنبص انا غلطت ازاي؟ عشان الراجل ممكن تغلط والله. دي مش ملتبلاي دي ايه؟ دي بلس ايكوال 130. ممكن على الكلمه تحسب دول كده بالبلس على طول وتروح حاجه على الكلمه دول كده 150 ديفايد الانسر اللي انت حسبتهم. هيطلع لك 5 باور اكس بكام بقى؟ 25 دي ممكن اكتبها ايه بقى؟ طيب بيز ايكوال البيز يبقى اكس ايكوال 2. انا كده حلينا صح؟ ده امتى يا مستر؟ سكشن 4 لما يكون عندي ايه؟ البيز في كذا تيرم بالبلس والباور نفس الكوفيشنت بتاع الباور التاني في الاكس يعني. بسرعه سكشن 5 لانه شبهه جدا بس بيعمل فيه ده. ايه سكشن 5 ده بقى؟ قال لي هكتب لك ايكويشن زي اللي انا هكتبها لك دلوقتي. خلاص احنا قربنا نخلص والله. بص انت حاسه طويل بس منظم، انا هحاول انظمه على الاخر. سكشن رقم 5 بيقول لي ايه بقى؟ قال لك لقيت كده في السؤال ده 3 اكس 3 باور 2 اكس بلس 1 ماينس 8 عمل كده مطلوبه منها 3 اكس ماينس 3 ايكوال 0 او خليها ايكوال 3 عادي مش مشكله. ايه اللي حصل ده؟ انت لقيت عندك كام تيرم؟ يا عم خليها ايكوال 3 عشان بس ما تتنططش يعني خليها ايكوال 3 عشان بس مش انا عملت حاجه اهو. انا عندي ترمين برضه اهو ما بينهم بلس او ماينس مش فارقه. بس اللي لمحت ايه بقى؟
بص هنا في باور اكس وهنا في ايه؟ ينفع؟ احنا قلنا ما يهمناش الرقم اللي جنبه ما يهمنيش بس ده هنا اكس هنا باور 2 اكس ينفع يعني؟ قال لك لا مش هينفع. يعني قسموا لو قسم اصلا مش هينفع، مش هتنفع تاخدوا اتش سي اف لو مش تصدق تعالى. طب انا دي كوفيشنت عادي. طبعا في ناس متخلفه تعمل كده 8 في 3 ب 24 نروح جايبين 24 باور اكس. انا بقول لك بس عشان بس انت عارف انت بتحل عشان ممكن تعمل كده. 3 باور 2 اكس ملتبلاي لما نيجي نقسم الامر نخلي الاثنين بيزنس ما بينهم ايه؟ ملتبلاي عشان نفس الشخص اللي عمل كده من شويه بيعمل ايه؟ بيحط بينهم بلس مش عارف ليه. 3 باور 1 ماينس 8 عادي هي 3 باور اكس ايكوال 3. اسالك سؤال بس ينفع اخد اتش سي اف؟ تبدا الحوارات تبان بقى يقول لك اللي يقول لك خدها يقول لك ما تاخدهاش. طب ولا ناخدها ونسيب التو؟ طب ما تيجي نقسم دي تاني نقسم تاني. يا متخلف واحد بص عجب اللي هي بص واحد يعمل ده بقى ايه بقى؟ ده عايز بس خبطه كده في اسنانه ترجع له عقله تاني. ليه بقى يا فندم؟ عشان دي ما تتفكش كده. دي ما تتفكش ايه؟ يتفك ايه؟ 3 اكس ونحط هنا اكس فنجمع الباور فده عك. فلو سمحت ما تعملش زي الناس المتخلفه. ماشي؟ اعمل ايه في الكلاس دي لما الاقي الاكس ده دبل ده؟ هم لقوا طريقه احسن طريقه تحل نوع الايكويشن ده. عملوا ايه بقى؟ قال لك خد الصغير افرضه بواي. خد الصغير يعني هنا دي كده اسمها يعني يقول لي واي ايكوال 3 باور اكس. ماشي؟ خد الصغير افرضه بايه؟ والثاني هيبقى لو ده اسمه واي يبقى ده اسمه ايه؟ واي برضه. ليه بقى؟ بص كده مش دي يبقى ممكن اكتبها كده 3 باور اكس باور 2 ولا لا؟ واحد تاني كان ممكن يكتبها كده 3 باور 2 الاول وبعد كده باور اكس بس الشيطان هيقول لك كده وانت بتحل. بس ده مغفل. انا في ايدي اكتبها كده او اكتبها كده. اكتبها اي واحده فيهم؟ هما في الحالتين هيدوني دي صح؟ بس اكتبها اللي تحت احسن صح؟ ليه؟ عشان دي لو كتبتها انها تبقى كأن دي كده اقول عليها ايه؟ واي باور 2 صح؟ نقول تاني دي خدت الصغيره خلطتها بواي صح؟ خدت الصغيره خلطتها بايه؟ بواي. وبعد كده خدت الكبير حاولت اكتبها حاجه باور حاجه. فالانسب اكتبها ايه؟ 3 باور اكس باور 2 صح؟ في مشكله؟ عشان اخليها برضه يظهر فيها الترم ده. لا بس ايه؟ فرضناها بقى عشان نحلها ايكويشن. عشان مش هتحل غير لما احلها ايكويشن من واحده نفس الفاريبل. انا خدت الصغيره دي فرضتها بواي صح؟ وعايز اكتب دي احاول اخليها واي باور حاجه عشان هما شبه بعض بس مش عارف اظبطهم. قلت طب دي مش ممكن اكتب دي كده صح ولا لا؟ او كده صح؟ انهي واحده احلى؟ صح ده؟ فنقول تاني اكني ما كتبتهاش اهو. انا هاخد مين افرضه بواي؟ ده لازم على فكره غصب عنه دي لازم اعمل كده. اخد الصغير ولا الكبير؟ اللي هو 3 باور اكس افرضه بايه ده؟ يا عم افرضه بواي افرضه بزد اي حاجه ماشي؟ اللي هو ده فرضته بواي صح؟ بس طب بعد كده اسالك سؤال. هو احنا نعرف نكتب ده واي برضه ولا ما نعرفش؟ فجي واحد قال لي يا شيماء بص ممكن اعمل 3 باور 2 اكس. مش دي يا مستر ممكن نكتبها 3 باور اكس حط براكت كده باور 2 بنفس المبدا اللي احنا بنعمل ايه؟ مش دول لما بنعملهم ملتبلاي بيرجع تاني كده؟ صح؟ لا المبدا شبه اللي بنعمله قبل كده. مش انا عندي باورين هنا في باور بلس فبنعمل ايه؟ مش انا عملت حاجه عملت دي كده قسمتها كده صح؟ كده اهو بالمبدا اللي انا وزعت الباور على الاثنين. قلت كمان دي اقدر اعمل فيها حاجه لو احتجت. لو ايه؟ لو احتجت اهو احتجت الحمد لله 3 باور 2 اكس خليتها 3 باور اكس وانا متعمد اخلي الاكس الاول مش ال2. ليه بقى يا مستر؟ مش انت لسه برضه 3 باور اكس دي بواي؟ مش دي هي دي؟ تقدر تكتب دي برضه. فاصبح ان دي باي باور 2 ودي بواي. هما بقوش زي بعض بس خليناهم فانكشن زي بعض. عشان لما اكتبها بقى تقتنع هعمل بص اسمها 3 واي باور 2 صح؟ ماينس 8 واي ايكوال 3. دي ممكن تتحل ازاي؟ دي يبقى الايكويشن العاديه بتاعت اولى ثانوي كوادراتيك اهي. ودي واي باور 2 ودي 8 زي ما هي ودي كنت فارضها بواي صح؟ ناقص بس تقول لي ايه؟ طب ما تيجي ندخل ال 3 اهي يبقى 3 واي باور 2 ماينس 8 واي ماينس 3 ايكوال 0 ونحلها ايكويشن ونطلع هيطلع لي واي ايكوال
واي ايكوال طلع بس الواي دي بعدها ربنا يعدلها. ممكن تحلها على الكالكوليتر يا جماعه تقول لي الواي بكام والواي بكام؟ الواي ب 3 ونيجاتيف 1 اوفر 3 ولا تزعلك ولا اي حاجه. هاخد الاثنين معاه واجرب. انت كده جبت الواي صح؟ ارجع بقى لمسألتك الطبيعيه تاني، ارجع تاني. مش الواي دي كنت فاردها بهنا بمين؟ هي 3 باور اكس صح؟ بتقول لي 3 ايه باور اكس ايكوال 3 وهنا 3 باور اكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. ماشي؟ زعلان مني في حاجه؟ دي ينفع نحلها؟ مش هنا البيز ايكوال البيز يبقى ايه؟ يبقى اكس ايكوال 1. الحمد لله جبنا اكس. احنا ضحكنا عليه بس سميناها اسم مختلف عشان بس ايه؟ يوصل لحل وبعد كده رجعنا كل حاجه زي ما كانت تاني. تيجي هنا كده ممكن نفصل تقول لي 3 باور اكس. على فكره دي ممكن اكتبها كده اطلع ال 3 الناحيه الثانيه صح؟ اللي فوق نيجاتيف 3 باور نيجاتيف 1 صح؟ مش انا ممكن اعمل كده؟ صح؟ بس للاسف هنا البيز مستحيل تبقى زي البيز. هنا في بوزيتيف هنا هنا في بوزيتيف هنا هنا في بوزيتيف هنا مش هينفع تقول لي ريفيوز. عارف لو ما كانش في نيجاتيف كان ممكن احلها. لان ايه بقى؟ مستحيل تعمل برضه اي حاجه نيجاتيف ده هيروح. فمستحيل تقول لي ايه 3 اكس ايكوال لازم تكون البيز زي البيز زي البيز. البيز زي ما ينفعش. في مشكله؟ حد فاهم بيقول ايه؟ تقول لي هي مستحيل هنا ريفيوز هنا طبعا حاجه. باين ان هو اصعب سنه؟ لا مش اصعب ولا حاجه بس كل القصه يكون ألمح بس. ألمح احنا في سكشن 3 ولا في سكشن 4؟ احنا مثلا سكشن 3 دي هتلاقي ايه؟ كوفيشنت زي كوفيشنت. هنا هتلاقي كوفيشنت غير الكوفيشنت بس الدبل. لازم يكون الدبل. لازم يكون الايه؟ عارف لو كانت تريبل كنا هنخليها ايه بقى؟ ناخد السؤال قصه بقى ثانيه بقى. بس الاساسي عندك في الدرس بتاعك اللي هو ايه؟ او اكتر ما يكون يعني ان تلاقي ايه؟ الكوشن فيها باورين كده الدبل ده غير ده. يعني كده احنا مش مقسمينه بقى مستحيل يا فندم. الموضوع صعب جدا. هنعمل نظام ثاني من دي، النظام الثاني ايه؟ من دي. ولا اقول لك الاخير نعمل فيه ايه على طول احنا عشان نقولهم كلهم؟ ايه؟ ايه الاكزامبل الثاني؟ اكزامبل ثاني بيقول لي ايه بسرعه؟ بيقول لي فور هنعمل نقول فيه تكت بسيطه بس. 4 اكس باور 2 بلس 2 بلس او ماينس 9 في 2 اكس باور 2 بلس 2 ايكوال 8. وقال لي فايند الاكس. ده احنا هنعمل سكشن يا جدعان. وعلي سكشن احنا الثاني برضه. ليه بقى يا مستر؟ اصل هو بيخدعني عايز يشغل دماغه عليا. هنا كده بقى 2 وكده بقى 4. مش انا احنا لازم نخليها كلها سيم بيزس على فكره. يعني دي ممكن الاربعه دي مكتبها ايه؟ 2 باور 2. فانت يعني ما جيتش في جمل ما تستعوضش. دي كانها 2 باور 2 صح؟ يعني ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ باور 2 صح؟ فعارف الباور ده اخد اضربه هنا. فلما رجعت اضربه ده هنا اسمها 2 اكس باور 2. اصبح ان الباور ده الكوفيشنت بتاع ده دبل ده. فاحنا في اي سكشن؟ سكشن 5. سكشن كام؟ اللي هو بيكون الكوفيشنت دبل الكوفيشنت. فالمستر قال لي تعمل ايه ساعتها؟ ما تفكرش. خد الصغير. الصغير اعمل فيه ايه يا مستر؟ اسويه بايه؟ الثاني هيبقى الواي باور 2 من غير ما تفكر على طول. عارف ليه؟ هو الاول باور صح؟ الثاني هتقول لي يا مستر اعمل ايه؟ كنا كده اهو 2 باور 2 باور اكس باور 2 بلس 2 اللي هو كان ممكن اخدها في الاول اصلا. شو كان شكله كده من شويه؟ فاصبح ان اللي جوه ايه؟ انا اسف 2 باور اكس بلس 2 جوه وال2 بره. تقول لي ده باور. افسر ولا الموضوع واضح؟ لو ايه؟ احنا قلنا بقى ده لازم يكون ده دبل ده. هقول لك ايه بقى؟ هيحل فكره بس هيبقى نفس الكونسيبت بالظبط. هناخد برضه الصغير ولا اي حاجه. ناخد الصغير نفوته بواي والثاني يبقى واي باور. اهم حاجه يكون الدبل. اخد الصغير افوته بواي والثاني يبقى واي باور. من غير تفكير خلاص. انت من كتر الحل اصلا تقدر تعملها. يبقى ده اسمه ايه يا مستر؟ بقى واي باور 2 اهو. ده ايه يا مستر؟ واي باور 2 ماينس 9 ده مين؟ ممكن نخليها ماينس 8 بقى على طول. ماينس 8 ايكوال نحلها على الكالكوليتر صح؟ هيطلع لي حلين واي ايكوال واي ايكوال كام وكام؟ واحد نيجاتيف 8 وواحد 1. واي باور 2 ماينس 9 ده يا جماعه حلو.
الاثنين ماينس. ايه اللي هيكونوا كام؟ يعني 9.8 وهذا الرقم الثاني الثاني نيجاتيف 0.8. المفروض يطلع 1 فين؟ غلط؟ دي نيجاتيف، اسف دي نيجاتيف، كانت مكتوبه نيجاتيف. المفروض دلوقتي تبقى ايه؟ بوزيتيف. كده شوف كده يطلع معاك ايه؟ 8 و 1 صح؟ دي 8 ودي 1. نعمل يا مستر، شوف انت كنت فرض ايه بواي الاول؟ دي كانت اسمها 2 باور اكس باور 2 بلس 2 ايكوال 8. ودي نفس الكلام 2 باور اكس باور 2 باور 2 ايكوال 1 صح؟ نعمل ايه؟ دي ممكن نخليها 2 باور كام؟ عشان نحل بقى، مش انت وصلت دي؟ خليها بيز ايكوال البيز. ايه دي ممكن نكتبها 8 باور كام؟ 2 باور 3 صح؟ بيز زي البيز صح؟ يبقى الباور ايكوال الباور اكس باور 2 بلس 2 ايكوال 3. حل بقى يا عم. نروح الناحيه الثانيه يبقى اكس باور 2 ايكوال 1 يبقى اكس ايكوال ماشي؟ تعالى هنا. ال1 دي ممكن اكتبها كام؟ ال1 دي ممكن اكتبها كام؟ ممكن اكتبها بيز باور حاجه. اي 1 في الدنيا تقدر تكتبه اي بيز باور 0. اي بيز باور 0. اي بيز باور 0. يعني ممكن اكتبها 2 باور 0. ايوه خدها بقى القاعده لحد النهايه. ال1 ده اقدر اكتبه اي بيز بس يكون باور 0. لو كده يا مستر يبقى اسمها اكس باور 2 بلس 2 ايكوال 0 بحيث ان الباور زي الباور دلوقتي. لو تقدر الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 2 ريفيوز خلاص مفيش حل. مش هنعمل كل في النقطه. ليه ما طلعتش حل يا شيماء؟ عشان اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 2 مفيش حل ريفيوز. ماشي؟ صعبه دي؟ طيب همسح اكتب جاي اكزامبل من الاخير. كده كده حلها موجود فين؟ في البتاع في الملزمه. اخر سيكشن واديك اكزامبل عليه. لو جه كتب كده يا جماعه سيكشن رقم 3 بقى. هتلاقي كده لك الباور نفس الباور بس بالنيجاتيف. وده اخر حاجه عندك في الدرس المقرف ده. 2 باور 1 بعد يعني معاناه عشان اقسمهم لك كده سكاشن. 2 بلس واي بلس 2 باور 5 ماينس 1 ايكوال 12. الكلام ده يحصل فيه ايه بقى يا شباب؟ بص انا عملت ده، هو انا مش دي نفس اللي فاتت او نفس رقم اللي هي سيكشن 4 صح؟ بس فرق ان الكوفيشنت هو كوفيشنت بس بعكس الاشاره، بعكس الايه؟ مستر قال لي قسمها عادي جدا بس هقول لك تعمل تك بوزيتيف وهنحلها بنفس الطريقه بالظبط. بس ده سيكشن رقم 6 وده اطول سيكشن فيهم. وده ايه؟ اول واحد كنا بناخد اتش سي اف وخلاص، تاني واحد كنا بنقسم وناخد حاجه نسميها واي والتاني واي باور 2. ده نعمل ايه؟ قسمها زي ما كنا بنقسم. دي 2 باور واي صح؟ بلس 2 باور 5 ها؟ ملتبلاي 2 باور نيجاتيف واي صح؟ ممكن ماينس 12 ايكوال 0 عادي. في مشكله؟ تمام يعني؟ طيب ده مش هو باور نيجاتيف؟ بص كده نعمل ايه؟ كده انت زعلت؟ ولا ايه؟ انا عملت فيه ايه؟ مش هو اللي كان فيه باور نيجاتيف هو اللي اضطرينا نعمل معاه كده، باور نيجاتيف عملت فيه ايه؟ نزلت تحت بالايه؟ بقى المساله كده صح؟ كل المسائل في النوع ده هتوصل للشكل ده. مستر قال اعمل ايه بقى؟ افرضوا برضه باي، افرض انهي باي؟ اي واحد وحلها بقى ايكويشن هتلاقي بقت ايكويشن عاديه. يعني يقول لي واي ايكوال او انت عشان هنا فيها واي ممكن تفرضها اكس براحتك عشان بس ايه؟ فاليو مختلف اكس ايكوال 2 باور واي صح؟ ما تعملش اي حاجه خلاص هم عشان هم الاثنين حاجه واحده. فشيل كل دي وحط مكانها اكس عشان عينيك بس تبقى شايفه مساله احلى. فاسمها اكس بلس 2 باور 5 اوفر اكس ماينس 12 ايكوال 0. على فكره لو قريت الايكويشن دي من زمان كنت تعمل لها انت ايه بقى؟ تضربها في اكس كلها بحيث ان الاكس اللي تحت دي تطير. تقول لي في كل المسائل دي بعد ما هفرضها كده اعمل ملتبلاي اكس للمساله كلها. يبقى اسمها اكس باور 2 بلس 2 باور 5 ماينس 12 اكس ايكوال 0. ما تزعلش اصلا انت رتبتها يبقى اسمها اكس باور 2 ماينس 12 اكس بلس 32 ايكوال 0. لما ترتبها يطلع معاك كام حل؟ حلين. ايه؟ يبقى الاكس الاول حاجه تطلع كام؟ 8 وفوق. الاكس طلعت حلين صح؟ خدهم وروح سويهم هنا. مره تقول لي 2 باور واي ايكوال 8 ومره 2 باور واي ايكوال 4. طب ليه مستر سويتهم بكده؟
يا ابني مش انت كنت فارضها باكس والاكس طلعت بكده، ارجع بقى خش، مش انت كنت فارض الاكس 2 باور واي، ارجع بقى هات 2 باور ايكوال ايه، طلع الواي، انت اصلا الفاليو الاساسي بتاعنا واي ولا برايم. على فكره هطلع حلين، مش دي 2 باور واي ايكوال 2 باور كام؟ يعني الواي، طب دي 2 باور واي ايكوال 4، يعني 2 باور واي ايكوال، يعني الواي بتعمل ايه؟ قسم واقلب ده تحت، تمام؟ بعد كده اخد بحاجه واضرب المساله كلها في الاكس واشتغل بقى عليه. دول الخطوات الثانيه ولا خلاص معروفه كده؟ سيكشن رقم 3 معروف؟ ايه الفرق بين كل سيكشن والثاني؟ لا ده الاول ده قصه، الاول ده هتلاقي في باور زي الباور بالظبط، بعمل فيه ايه؟ باخد اتش سي اف، بقسم اخد اتش سي اف وادي الناحيه الثانيه الموضوع خلص. طب ده زي الدبل، اعمل ايه؟ دبل بقسم برضه واخد واحد واي وطب اسمي الثاني ايه؟ واي باور 2. طب اخر واحد لما يكون فيه باور ونفس الحاجه بس الاديتيف انفرس بتاعه بالنيجاتيف، اقسم بالظبط، اخد واحد ده والثاني بقسم واي والثاني ده نيجاتيف واي، اسوي ده باكس واشتغل عادي جدا ومكتوب ده اكس. الموضوع صعب؟ الموضوع بس طويل، هحل معاك تاني اكزامبل على كل واحد، بس هحل واحد على ده وعلى ده تاني. خليك تحل واحد على ده ماشي؟